اعظم الامراء في دوله المماليك، حتى ان احنا في عندنا هنا في القاهره الاسلاميه في عندنا شارع بيسمى بشارع شيخون او شارع شيخو، اللي هو حاليا شارع الصليبه. نعم. اللي بالمناسبه ان هذا الامير انشا في هذا الشارع مدرسه اللي هي الاثر الموجود لحد النهارده اللي بيخلد ذكر هذا الامير، اللي هي المدرسه الصرغطمشيه. وهذه المدرسه بتشمل جامع ومدرسه في آن واحد وقبه ضريحيه، غير الخلاوه اللي موجوده داخل هذه المدرسه، وده هنتكلم عليه بالتفصيل لما اتكلم على الجزء الخاص بالمنشآت. أكيد. طيب علاقته دكتور أحمد بالسلاطين، سلاطين المماليك البحرية كانت علاقة مختلفة، وخصوصا مع السلطان الناصر محمد بن قلاوون. السلطان الناصر محمد بن قلاوون هذا السلطان كان يعني محب الأمراء، وكان دايما يعني بيزيد من شراء هؤلاء الأمراء وجلبهم من منطقة جنوب روسيا أو من منطقة اللي هي بتعتبر وسط آسيا، أسواق النخاسة. وكان هذا الأمير من جملة هؤلاء الأمراء، وهذا الأمير نال عناية من السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وعاش في كنف السلطان محمد بن قلاوون، حتى هو أخذ الاسم، أخذ النسبة. حتى احنا عندنا في المصادر التاريخية بنجد أن هذا الأمير اسمه الأمير سيف الدين صرغطمش الناصري، نسبة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون. نعم. اللي جلب هذا الأمير سنة 738 هجرية. نعم. هذا الأمير فضل يعني ملازم للسلطان، احنا بنتكلم لحد وفاة السلطان. السلطان توفى سنة 741 هجرية. أي. بنتكلم فترة كبيرة، فترة قدر ان هو يكتسب من السلطان العديد من المهارات.